السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر ارفع التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو تطبيق ان درايف. تطبيق ان درايف ده تطبيق خاص بالرحلات او بطلب عربية توصيل لأي مشوار قريب منك او بعيد عنك. بتقدر تطلب عربية، بتقدر تطلب سكوتر، كمان بتقدر ان انت لو عايز توصل شاحنة او توصل يعني مواد او توصل يعني مش هتوصل انسان يعني، لا انت هتوصل اي حاجة لاي حد. فبتقدر تطلب ان انت عربية بضايع توصل لك البضاعة اللي انت عايزها. كمان في على التطبيق ده غير العربية والدراجة النارية، في كمان تقدر تطلب سفر لو عايز تسافر. بتقدر تطلب يعني بيكون زي ميكروباص كده، بيكون طالع مثلا من المدينة بتاعتك او من اقرب مكان ليك. بتقدر ان انت تشوف الميعاد بتاعه او تقدر تحدد الميعاد المناسب اللي انت عايز تروح فيه، وهو بيقول لك اقرب وقت يعني في اليوم اللي انت طالبه او اليوم اللي بعديه او اليوم اللي قبليه والساعه كام بالظبط. ده بالنسبه للسفر لو انت رايح من محافظه لمحافظه. كمان زي ما قلنا في توصيل بضايع، في توصيل خدمات، في توصيل يعني لو عندك اي حاجه عايز تبعتها لاي حد بتقدر تبعتها. في تروسيكلات بتقدر برضو تبعت عليها بضايع. في كمان حاجه مميزه في التطبيق اللي هو اصلاح والتنظيف. الاصلاح ده لو دخلنا عليه كده بنلاقي فيه اي بقى حاجه انت عايز تصلحها. لو عندك سباكه عايز تصلحها، صيانه منزل، طلاء جدران اللي هو النقاشه، تركيب كهرباء، تصلح الشبابيك، الاساس، الابواب والاقفال، خدمات اخرى. الحاجات دي كلها بتقدر انت تطلب ناس يجوا يصلحوها لك. كمان بالاضافه الى ان تقدر تخش على النظافه دي كده او التنظيف. لو عايز بقى تعمل دراي كلين للملابس بتاعتك، عايز تنظف سجاد، عايز تنظف عربيتك، عايز تنظف اي حاجة. تنظيف المدبر المنزلي، غسيل السيارة والاعتناء بها، رفعات التحميل، مجالس الاطفال والممرضات، دراي كلين. كل الحاجات دي بتقدر ان انت تطلبها او تقدر ان انت تطلب ان حد يجي ياخد منك الحاجات وينظفها لك، طبعا بالسعر اللي انت بتختاره. زي ما قلنا في العربيات بتختار في العربية او الدراجة النارية بتقدر تختار السعر اللي او بتحدد السعر اللي انت عايزه، وعلى هذا الاساس يعني انت بتحدد السعر المناسب طبعا، وعلى هذا الاساس بيقدر يتقبل السعر بتاعك ده ويكون مناسب او لا. طبعا التسجيل على التطبيق ده سهل جدا، مجرد ما بتحمله. بعد ما بتحمله على طول يعتبر بيجي لك ان انت تخش على تدخل رقم التليفون بتاعك. بعد ما تدخل رقم التليفون بتاعك التطبيق بيشتغل معاك على طول. بس كده ده يعتبر ابسط شرح التطبيق. بالنسبه لعيوب التطبيق، بيأخر شويه. اول حاجه لما بتيجي تطلب عربيه يعني مش بيجيلك على طول، بالذات لو انت في اماكن يعني اماكن بيكون يعني الاماكن المدن الجديده مثلا او المدن اللي ما فيهاش رجل كتير، او المكان مثلا لو انت قاعد في مكان مثلا هتروح فيه ولما تيجي ترجع مثلا بيكون في يعني في مثلا مدينه جديده زي مدينه 6 اكتوبر كنت انا فيها مثلا. طلبت اوبر او طلبت اندرايف ده. ف انا يعتبر قاعد في اكتوبر الجديده فطلبت، فراح قالوا لي السواق جه قال لي طب انا هاجي اوصلك وارجع فاضي، فبيزود شويه في السعر. فدي من ضمن العيوب بالنسبه للتطبيق. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو، لو شرح التطبيق معين تسيب لي في كومنت. لو شفت ميزه عيب للتطبيق فايده هتسمع تقدر اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.